حبايب قلبي نوجع، صباح الفل عليكم يا حبايبي. يا رب تكونوا بألف خير. نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى بأمر الله نعمل مع بعض كده وصفة حلوة جدا، سهلة وسريعة وموفرة جدا. طبعا احنا طبعا داخلين في سلسلة وصفات التوفير والبدايل. النهاردة هعمل معاكم بأمر الله بديل اللحمة المفرومة. وهعملها معاكم النهارده يا حبايبي بالقوانص. انا جايبه القوانص اهي كده بالشكل ده، نضفها كده وزي الفل، وشايله طبقه الدهن اللي عليها اهي وزي الفل طبعا. غسلتها الاول بليمون ودقيق، دعكتها كده في ليمون ودقيق وسبتها 10 دقايق، وبعد كده نقعتها في ميه وملح وليمون بالشكل ده، وبقت معايا كده وصفيتها وبقت ايه بالشكل ده زي الفل اهي قدام منكم يا حبايب قلبي. معايا هنا ايه بقى؟ معايا هنا حاجات بقى العصاج، الحاجات اللي اضيفها على العصاج، الخضار اللي اضيفها على العصاج. معايا هنا 3 بصلات مفرومين بالشكل ده كده يا حبايبي، ومعايا 4 أو 5 فصوص من الثوم المفروم. معايا فلفل الوان ممكن طبعا تستغنى عنه وتضيفي فلفل عادي. معايا جزرايه مبشوره. يلا بقى اول خطوه هنعمل ايه؟ هنروح على الكبه بتاعتنا ديت علشان نعمل ايه؟ نفرم القوانص. جبت اللحمه كده سوري القوانص كده في الكبه، وركب بسم الله وابدا ايه حبايبي افرمها. فرمتها بالشكل ده اهي قدامكم يا حبايبي. هخلص الكميه كلها بقى وارجع عشان اكمل معاكم باقي الوصفه. ادي يا حبايب قلب اللحمه ما بقت لحمه خلاص. القوانص اهي فرمتها بالشكل ده كده. ويلا بقى على البوتاجاز طاسه حلوه كده، ونحط فيها معلقتين من السمنه او اي ماده دهنيه عندك، ونعصج الجمال ده. طاسه بقى كده على النار، وهبدا بقى كده بسم الله فيها معلقتين من السمنه، زيت، اي ماده دهنيه عندك، وابدا انزل بالعظمه دي وبركب بسم الله. بالشكل ده كده يا حبايبي، تاخد بقى تشويحه كده حلوه كده. كده بقى يا حبايبي افضل معاها بقى كده لحد، طبعا القوانص طبعا دي فيها نسبه ميه، افضل كده لحد ما ايه تتبخر الميه دي كلها كده انا معاها كده خالص، وتشربها وتنشف كده كلها اهو. ما ضفتش اي حاجه لسه، ولا بهارات ولا الخضار، ولا ضفت اي حاجه عليها. افضل كده لحد ما ايه كل ده يتبخر تماما كده، وارجع بقى ايه اضيف بقى ايه الاضافات بتاعتي كلها. طبعا دي حاجه وصفه موفره جدا جدا جدا. طبعا دلوقتي كلنا عارفين غلاء اللحمه دلوقتي في الاماكن كلها تقريبا، يعني في اماكن واماكن، يعني هي دلوقتي من 180 ل 200 جنيه. فطبعا جايبه انا كيلو من القوانص ب 40 جنيه. هوريكم بعد ما اخلص ان شاء الله العصاج ده، هتشوفوا الكميه ما شاء الله جميله جدا، وتشتغلي بقى بيها بقى الصواني بتاعتك، حشواتك جميله جدا، وهتشوفوا طعمها وجربوها لما بالطريقه بتاعتي دي كده. عصاج لحمه مفرومه فعلا، لحمه مفرومه فعلا، نفس التست والطعم، مفيش حد هيفرقها خالص عن طعم المفروم. خلاص كده اتشربت معايا كل السائل اهو خلاص، وبقت تمام التمام. هعمل ايه بقى هنا؟ هنزل بالبصل الاول، بركب بسم الله كده، بالشكل ده، والثوم المفروم
عايزه انكه بقى كده واعلي التيست بتاعها. اللهم بارك. وابدا بقى كده ايه العظمه دي تشويحه حلوه قوي كده. وبعد كده ايه هبدا انزل باقي ايه الخضار عليها. البصل كده خد تشويحه محترمه معاها كده اهو، وبدا كده احس انه ايه دخل في الدبلان يعني. هنزل بقى بالفلفل الالوان والجزر وتشويحه محترمه للجمال ده كله والعظمه دي كلها اهو. اللهم بارك. كل ده على نار عاليه حبايبي، الشغل ده كله تكون نار عاليه اهو. بالشكل ده كده. كده بقى يا حبيبي خلاص الخضار بتاعي كله كده دخل في السوا، واللحمه بتاعتي بقت تحفه خلاص كده. يلا بقى عشان ايه نحيق الدنيا دي كلها. هنزل بالملح بسم الله، وبهاراتي معايا هنا ايه بقى البهارات. معايا معلقه من الكمون، كل دي معلقه صغيره، فلفل اسود مكعب، مرقه خضار، 2 من ورق اللورا، بابريكا، جنزبيل، قرفه. وانزل بالجمال ده كله عليها. المكعب عايز ايه يتفتت بالشكل ده كده. ويلا بقى ايه دلوقتي ريحتها جميله والله، ريحتها في منتهى الجمال والروعه كده. هنا بقى كده اهدي النار خلاص كده بقى، اهدي النار خالص وانا شغاله بس كده. خلاص اللحمه المفرومه بتاعتي بقت جاهزه لاي حشوه انا عايزه اعملها. جمال وطعامه وبجد مفروم في منتهى الجمال، هيعجبكم جدا يا حبايبي. اتمنى ان شاء الله تجربوها، وفي التعليقات تقولوا لي رايكم ايه في طعمها والتيست بتاعها. كده خلصنا وصفتنا حبايب قلبي. كده يا حبايب قلبي عملنا اهوت اجمل طبق من اللحمه المفرومه بطريقه سهله وبسيطه وموفره طبعا اهو يا حبايبي. بصوا الكميه اللهم بارك. لو عجبكم فيديو النهارده اوعوا تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب لقناتي ابني وبيتي كل حياتي، واسيبكم في رعايه الله.